لا تقبل باقل مما تستحق. وهنا هقف. ناس كتير بتيجي وانا يعني هخلي الكلام كله يعني ما بين قوسين كده كلمه لو. ناس كتير بتيجي اخر السنه بتقول ايه؟ بتقول على فكره انا كنت ماشي كويس قوي من اول السنه، لو ما كانش حصل لي الحاجه الفلانيه كان زماني جامد التنين وطلعت الاول على الكوكب. ايه يا حبيبي لو زي ايه؟ لو مثلا ما جاتش الفتره الاخيره وحد حصل له حاجه في البيت وكنت معاه في المستشفى، لا قدر الله ربنا يحمي الجميع، بس انا بتكلم عن الاف الناس، الاف ظروف مختلفه، الاف اسر مختلفه. لو مثلا فلان قريبي ما توفاش، لو ما كنتش تعبت في الفتره الشهر اللي انا تعبت فيه وراكمت الدروس وبعد كده جيت حاولت اكمل ما عرفتش الم اللي فات، ما كانش زمان اتقفلت. لو ما كنتش المدرس الفلاني وانا جبت درجه مش كويسه قاعد يهزقني وقاعد يقول لي انت فاشل وكسر مقاديفي، انا كنت فضلت عافر، انا كنت بصلي بنفسي اصلا. لو اصلا دي بتفتح مداخل الشيطان، لو اصلا دي مش حاجه كويسه اركنها في جنب كده. انا مش عايزك بقى اخر رساله تقعد تلولو مش تولول، لا تلولو. عايزك تبقى مدرك حاجه ممكن تحصل لك. ملخص الكلام، سمي الله صدر رسول الله. انت عايز تقول ايه يا جيو؟ عايز اقول حاجه واحده، انت حط في دماغك انت وهي والله انا استاهل حاجه فلانيه، انا استاهل نفرح نفسي السنه دي ايا كان الكليه اللي هتخشها، بس افرح نفسي السنه دي بمجموع كبير وافرح اهلي السنه دي بمجموع كبير. انا استاهل ان انا اشتغل الشغلانه اللي انا عايزها في كذا، انا اشتغل اكون بيت واسره ومكانه اجتماعيه ومكان شغل واكون ناجح فيه كذا، انا استاهل كذا. خلصنا الجمله دي؟ انت قلت هتستاهل كذا، لا تقبل بقى بما اقل مستحق. يعني ايه؟ يعني حضرتك وانت ماشي في طريقك هتلاقي الحياه بتفاجئك في خبطات معينه، بابتلاءات معينه، في حاجات تقريبا ممكن توقفك، حاجات تقريبا ممكن تضايقك، حاجات ابتلاءات ممكن تكسر مقاديفك. ركز معايا الله يبارك لك. المطلوب من حضرتك انك مش تضرب الحياه زي ما بتضربك، انك تزق فيها زي ما بتزقك. المطلوب من حضرتك انك انت تبقى عارف ان في ابتلاءات ممكن تيجي غير خطتك اللي انت حاططها بسهوله. افهم، ابتلاءات وصدمات ومفاجآت ممكن تحصل لك غير خطتك اللي انت حاططها وراسمها ببساطه. افهم الله يبارك لك. المطلوب منك ايه؟ القوه الحقيقيه هنا مش هكون جامد قد الحياه، هتضربني فهضربها، هتبتليني فهبتليها، مش هتعرف لا انا ولا انت ولا اي حد. المطلوب منك ايه؟ انك تتحمل وتكمل، الاستمراريه مهما كانت حالتك النفسيه. بس الفشل الحقيقي مش والله انك ما توصلش، والله العظيم الناس اللي بتقول على فلان فاشل عشان ما نجحش ولا ما جابش اللي هو عايزه ولا ما اشتغلش بفلوس كتيره ولا لا، ده كلام غلط ومش موجود لا في ديننا ولا في الحياه الحقيقيه العقليه لو حد مركز. امال ايه الفشل؟ ان ما حاولش. ايه؟ ان ما حاولش. الفشل ان ما كملش، الفشل ان ما عافرش. هو هاشتاجي بيقول لك ايه؟ ومش تحفيزه خلاص فوق، ده حقيقه وواقع. هاشتاجي بيقول لك ايه؟ عافر حلمك يستاهل. يعني ايه عافر؟ ما قلتلكش ليه ذاكر، ما قلتلكش ايه ليه انجح حلمك يستاهل، ما قلتلكش ليه اوصل حلمك يستاهل، قلت لك عافر. يعني ايه؟ يعني عايز اقول لك في الجمله دي ان اوريدي هيقابل حضرتك حاجات ودروبات انت ما كنتش متخيلها، وابتلاءات من الدنيا ما كنتش عامل حسابها، فهتوقعك على وشك، هتسفلتك بجد. انا وانت وكلنا بما خارجين من بيتنا في اليوم الصبح رايحين حاجه تفاجئنا حاجه تانية، فاعمل ايه؟ فوقعت قوم وكمل، معلش. ايه؟ قوم وكمل، معلش، عافر. اقع المره دي وقوم وكمل، اقع المره دي وقوم وكمل، اقع المره دي وقوم وعافر. اي حد وصل في اي مكان في الدنيا وكان بص شوف الجمله دي كان راضي عن نفسه هو اللي بيعافر. ليه ما قلتش يا جيو اي حد وصل في الدنيا وعمل نجاح كبير في الدنيا كان راضي عن نفسه؟ لا افهم، اي حد وصل في اي مجال وكان راضي عن نفسه ركز معايا الله يبارك لك كان بيعافر. يعني ايه راضي عن نفسه اصلا؟ وضح. افهم، انا ممكن في وقت معين اسعى لحاجه معينه وربنا يكرمني فيها في وقتها، يا ياجل لي الكرم بعدين، بس كده كده ان لا نضيع اجر من احسن عملا، كده كده ربنا هيديك العوض، ماشي. فسواء جاب العوض سريع او بعدين، اهم حاجه انك تكون راضي ان انا حاولت كتير. هنا بقى احساس بالفخر والقوه والسعاده اللي يخليك تكمل اللي جاي من عمرك. اصل الثانويه والجامعه وبعد الجامعه كل دي مراحل من عمرك، ربنا يديكوا العمر يعني. المهم، فتكون راضي في نهايه المرحله ان انا ما قصرتش من حيث ايه؟ المجهود بس؟ لا، الصبر والاستمراريه. المجهود بس؟ لا، التعب والمعافره، مع اني ماليش نفس الحاجه المعينه او ما عنديش شغف للحاجه المعينه. يبقى المحرك بتاعك الاساسي هو المسؤوليه مش الشغف. الحاجه اللي انت لازم تحطها في دماغك وتدركها عشان لما تحصل لك بعدين تبقى فاهمها، ان الحياه هتفاجئك بعض الابتلاءات. فلما يجي لك الابتلاءات المعينه انت تبقى عارفها من الاول اهو. لما تجي لك وفاجئتك بحاجه، مش تقول انا كنت عارف فعلا، جيو ماجد قايل لي وانا كنت عارف والله ان الابتلاء ده جاي. لا، تبقى عامل ازاي؟ انا كنت عارف. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله هيعدي على خير، واستعين بالله عز وجل وهشوف هطلع من الموضوع ده ازاي. تعبت شويه، حصل حاجه، حد كسر مقاديفك،
ده يبقى الكونسيبت او الثابت اللي في دماغك اللي بيحركك. انا كنت عارف ومتوقع ومتقبل، اهلا بيك يا دنيا، هاتي كمان هاتي. ها، ما بهزرش والله باشا. الكلام ده انا عايزك تحطه في دماغك وتكتبه على الحيطه وتكتبه على الكتب. يا شيخ كلام التنميه البشريه ده اكتبه على الكتب واكتبه على الحيطه. تعالى اهلا بيك في ارض الواقع. اشمعنى كل واحد بيكسر مقاديفك او يقل منك او يتنمر عليك او يحرجك في مكان، سواء في درس او مع اصحابك او مع اهلك، تفضل راسمه في دماغك حتى بعد ما تكبر؟ ممكن تكون فاكر حاجه وانت صغير مضايقاك، لما تحط في نفس الموقف تفتكر حاجه وحشه وتمشي تاني، او تتهز او تتضايق. اشمعنى كل حاجه في حياتك بتضايقك ما بتنساهاش؟ واشمعنى برضو نفس القصه بقى دلوقتي لما حد يجي يقول لك نصيحه لله، او ربنا يبعت لك رساله عن طريق شخص او موقف تشوفه او قصه غير تتعلم منها، ما دي رسائل كلها من ربنا، تقول لا لا ده كلام نصايح وخلاص، ده كلام تحفيز وخلاص، انت كده جامد، انت كده شبح، انت كده مش فاهم ان اللي حواليك مش هيسيبوك وهيكسروا مقاديفك. ها، مش فاهم ان الحياه هتبتليك، او فاهم وعامل فيها جامد تنين وبتكتئب وخلاص. لا لا لا، انت لازم تكون فاهم ده، وفاهم كمان ان في رسائل من ربنا ليك. ممكن في آية قرآنية لما تفتح المصحف، وكل القرآن الكريم كلام الله عز وجل لك، هو رسالة ايا كانت نوعها. ممكن يكون من شخص، ممكن يكون من حد، ممكن يكون موقف شفته قدامك، ممكن يكون من نصيحة زي دلوقتي. فلما تسمع حاجة فعلا تشجعك وتلاقيها لمسة قلبك ومصدقها، اكتبها يا باشا على الحيطة. مش على الحيطه تبوظ الحيطه اكتبها يعني على ورقه ولا حاجه، اكتبها في نوتس بتاعتك، اكتبها على موبايلك. باشا ما حدش هينفعك غيرك. الفكره والهدف من الفيديو ده 3 حاجات. رقم 1 تبقى مستعد لمفاجآت الدنيا. رقم 2 انك لا تقبل باقل مما تستحق مهما كانت الظروف. رقم 3 ان لو بتفتح مداخل الشيطان فما تقولش لو كذا. باشا انا اللي هقول لك بقى ايه، ها اي حاجه هتحصل لك هتعلق عليها شماعه لو انت السبب فيها. ليه يا جو انا السبب فيها؟ ده ممكن تكون حاجه خارجه عن ارادتي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس هو بجد بيبتليك بجد عشان يشوف قوتك بجد، وبيكون جنبك بجد وبيديك كتف يشيل تعدي المرحله دي. خلصت يا باشا، وصلت يا باشا. فربنا هيبتليك وهيعينك انك توصل. انا قلت الكلام ده كله عشان يكون عندك وعي وادراك وذكاء في اللي جاي في الثانويه، او اللي جاي في حياتك كلها بعد الثانويه، في الجامعه وفي حياتك في الشغل. فتكون مش مستقبله كده وانت عارف ان في حاجه هتحصل، لا، تكون مستقبله كده وانت عارف ان كرم ربنا بيجي بعد ابتلاءه، عارف ان قوه وفضل ورحمه ربنا بيك ارحم من امك وابوك اللي في البيت، هو اللي خلقك. عارف ان ربنا اقرب ليك من دمك اللي بيجري جوه عروقك، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال الكلام ده، اقرب ليك من دمك اللي بيجري في عروقك. فشوف مدى الود، مدى الكرم، مدى الرحمه. ده استحاله يسيبك، بس امتى؟ وانت مؤمن بيه، امتى وانت واثق فيه، امتى وانت عشمان في كرمه، امتى وانت بتصلي ليه وبتدعي له يا رب كرمك وفضلك وجودك ومنك وسترك وعونك وتوفيقك. ده يعني حطه في دماغك وخليه سلاحك. مش عايزك من الاخر، يا رب تكون استفدت من كل ده، مش عايزك من الاخر تبقى مستعد للدنيا. الدنيا هتجيلي الخبطه منين فانا هتيجي، الدنيا هتضربني وانا هضربها. مش هتقدر تضرب الدنيا زي ما بتضربك. امال اقدر اعمل ايه؟ اقدر اكون متخيل اللي ممكن يجيلي ومتقبله ومستعين بالله ومستعد له واقدر اعديه. اقدر يكون في دماغي حاجه الاستمراريه مهما كانت حالتي النفسيه. اقدر اكمل بالمسؤوليه وباحساس المسؤوليه، مش باحساس الشغف. مش دايما اكون شغوف، ما فيش حد في اي حته في الدنيا بيروح كل يوم شغله او بيعمل حاجه كبيره وهو اللي بيحركه الشغف. المسؤوليه، اللي تعبان واللي عنده مصيبه لا قدر الله ربنا يحمي الجميع، واللي عنده حاجه نفسيه مأثره عليه، واللي الدنيا ما بتخلاش. بس اللي بيحركه المسؤوليه. اخر حاجه تكون في دماغك، لا تقبل باقل مما تستحق.